تخيل سعودية انخطف ولدها من سريره بمصر وكان عمره وقتها شهر. تبكي كل ليلة وتحط له فرشة فاضية، تقول يمكن يرجع. 40 سنة والله يا هي تجلط. لا تنسون اللايك والشير وانشروا القصة بكل مكان، هذا أهم شيء عشان نتوسع. ويلا نبدأ. قالوا ضاع من 40 سنة. كان في سعودي يشتغل بمصر شغل رسمي بس إنه سري للغاية. عاش هناك واستوطن الأرض واستوطن مصر ومعاه زوجته، ورزق الله ببنتها الوحيدة. اسم البنت لطيفة وهي بطلة قصتنا. مرت سنين وهم جالسين في مصر لين ما كبرت لطيفة وصار عمرها 19 أو 20. واحد من عيال الجيران شافها وقال هذه شريكة حياتي، أنا لازم أروح لأبوها وأخطبها. وراح لأبوها وقال يا أبو لطيفة أنا ترى جايك بخطب بنتك. والأبو عشان يعرف الولد ويدري إنه رأي صلاة ومعاه في المسجد ويعرف عائلته وأهله كلهم، وافق بدون تردد وقال له يا وليدي رح جيبها لك وتعال. إلا أن أم الولد هذا اللي تقدم رافضة بشكل قطعي إنه يتزوج من العائلة هذه أو يتزوج حتى من جنسية ثانية. بس يوم شافت إن ولدها متعلق بالبنت قالت الشكوى الله. زوجوا وفعلا تزوجوا، ومرت شهور على زواجهم، ولطيفة بدت تصير ببيت حماتها، وكل فترة مشاكل ما تخلص. حماتها ما يهضمتها نهائيا، وكل فترة وهي شايلة قشها ورايحة البيت أبوها، والأبو يغصبها يقول يا بنت الحلال اصبري ترى الصبر زين وما لك إلا زوج دم ومعت كويس ما عليك من أمه. وفعلا مرت الأيام وحملت لطيفة، لكن وقتها أبوها خلص شغله الرسمي في مصر وقرر أنه يرجع للقصيم تحديدا في عنيزة، وهناك موطنه الأصلي. وترك بنته في مصر في دولة غريبة وفي بيت اعتبره هو غريب لأن أمه ما هي هضمتها، لين جت لحظة ولادتها. يوم أولدت لطيفة بعدها بأسبوع تجي رسالة للأبو إنه لازم يحضر لخدمة الجيش المصري إجبارية. وراح لخدمة الجيش وانقطعت كل الاتصالات به، حتى ما دق يطمنهم هو بخير ولا لا. في يوم من الأيام وتحديدا بعد مرور 3 أسابيع من ولادة لطيفة، قامت لطيفة من النوم تدور ولدها جنبها، ما في صوت صياح ولا صوت حركة والولد ما هو موجود. انهبلت لطيفة، قامت تركض بالشارع وتطق على الجيران وتسأل حماتها، ما حد شافه. تقول اختفى الولد، اختفى، ما حد يجاوب. زوجها ما تدري عنه، والمستشفى ما عندهم خبر، والشرطة تقول ما في بلاغ رسمي لأي عملية خطف، والكل ساكت وكأن الطفل عمره ما كان موجود أصلا. ومرت 5-6 شهور وفقدت الأمل إنها تلقى زوجها يرجع أو إنها تلقى ظناها. المهم إنها رجعت للقصيم عند أبوها، ومرت 1 و2 و3 لين كملت 5 سنين بدون أي رد من زوجها. راحت المحكمة بالقصيم ورفعت قضية طلاق بحكم أن زوجها غايب فترة طويلة. لطيفة كبر عمرها وعمر ولدها لو كان عايش. مرت سنين لين وصلنا 40 سنة وهي للحين تحط له فراش بغرفته، تقول ولدي والله بيرجع. يا مرة 40 سنة قد شايب لو كان عايش. الولد صار عمره 40، وين إنه يرجع لك؟ تراعي لأبوها وتقول يمكن يرجع، وصدقني أنا لو رمش قدامي أنا أعرف ولدي. وفي يوم من الأيام بعد 40 سنة جاهم اتصال من السفارة السعودية بالقاهرة. قال الموظف أستاذ لطيفة؟ قالت سم آمر. قال في شاب تقدم عندنا بطلب مساعدة، معاه شوي أوراق وثبوتيات يقول إنه ماخذه من بيتك القديم في مصر، ويقول إنه يمكن تكون أمي. لطيفة قالت وشو؟ طاحت السماعة على طول. أبوها لقط السماعة ويده ترجف. قال ممكن نشوفه، ممكن نتأكد منه. قال الموظف وش تشوف؟ هذا هو قدامي شايفه بعيني، تعالوا شوفوا هو ولدكم ولا لا. لطيفة ما بين متوترة وخايفة ومبسوطة ركبت الطيارة وهب على مصر، وكل الرحلة لمدة 2 وهي تصيح لين وصلت القاهرة. تقول لطيفة كل دقيقة مرت علي بهالرحلة والله كأنها سنة. وصلت السفارة ووقفت قدام الباب. قال لها الموظف أنت جاهزة؟ ردت عليه وهي تبكي. قالت أنا انتظرت عمري كله، وش لو ما أكون جاهزة لهاللحظة؟ افتحت الباب ودخلت عليهم المكتب. شافت شاب واقف طويل وملامحه ما هي غريبة. أول ما التفتت عيونهم على بعض نزل عيونه وبدأ يبكي بصوت مكبوت. أدورك من 35 سنة ما كنت أظن بيوم بصير تحت يدينك. لطيفة ما تمالكت نفسها وطاحت من مكانها، ركض على أمها وخمها، حضن حضن مكسور من 40 سنة. كانت تبوس يديه وتقول له، تقول والله كنت حتى في رمضان أحط فطورك جنبي أقول إلا ما يرجع، بس يا وليدي ترك تأخرت كثير. يقول كنت ضايع، ما كان عندي غير ورقة، ما أدري من أنا أصلا، زين لقيتك كني انولدت من جديد. لطيفة ما عاشت حياة سهلة لكن عاشت كرامتها، والولد ما كان ميت، كان ضايع، لكن السفارة ردت لها أغلى شيء ضاع منها
إذا تبون تفاصيل كيف لقوه وكيف قدر يصل للسفارة وكيف عرف أمه، اكتبوا لي كمل الجزء الثاني وابشروا.